حربنا وإيران قولوها واملؤوها في الملأ هي حرب سنة وشيعة، هي حرب فسطاطين لا ثالث لهما، حرب إيمان وسنة واعتقاد وصحابة، وحرب نفاق وكذب وزور وبهتان. حربنا مع إيران هي حرب ديانة ومعركة سنة وإيمان وتوحيد، هي طائفية بجدارة، وإن لم تكن طائفية جعلناها طائفية وسعينا جهدنا أن تكون طائفية. ماذا تريد إيران منا وماذا نريد منها إلا أننا لا نرضى أن يطعن بالله ورسوله، وأن يكفر أصحاب رسول الله، وأن يشرك بالله، وأن تتهم عائشة بالزنا. ماذا نريد من إيران وماذا تريد منا؟ الحرب مع إيران حرب شيعة وسنة، والضرب بيننا وبينهم في البارد والعسكر والجيوش هو ضرب شيعة وسنة. وإلا لماذا تدعم إيران فقط الحوثيين، وتدعم فقط حزب اللات، وتدعم فقط مقاومة الرافضة في العراق؟ لماذا تدعم بعض المقاومات السنية التي دانت لها بالولاء ووضعت لها الانتماء وأظهرت لها المحبة والغزل؟ لماذا؟ لأن القضية حرب سنة وشيعة. دعوكم من كلام الإعلاميين، كلام فاضي لا طعم له ولا لون ولا رائحة. هؤلاء يبخفون على مناصبهم ودنياهم، ولسنا عندنا شيء نخافه إلا الله. حربنا مع إيران حرب سنة وشيعة، قولوها للملأ واملؤوها عبر التواصل. دعوكم من كلمة الطائفية المافونة، إنما هم الذين جاءوا لبلادنا أرادوا دكدكة بلادنا وهتك أعراضنا، فعلوا بنا بالعراق ما فعلوا، وفعلوا بنا في سوريا ما فعلوا، ويفعلون باليمن ما فعلوا. أرادوا الكيد بالبحرين والدورة على السعودية، يتهمون الأردن بالعمالة ويتكلمون فيها ما يتكلمون. هذا لأجل سيادات وقضايا سياسية ووحدة وطنية؟ لا، إنما القضية مع إيران هي قضية منذ الأزل، منذ أن قامت نابتة التشيع، وهؤلاء يكفرون أهل السنة ونحن لا نطلق التكفير لهم. يتكلمون فينا باطلا ويتهموننا بالردة والنجاسة واستباحة دمائنا وأموالنا وأعراضنا وبلادنا. صرحوا بألسنتهم، ألم يقولوا نحن بحاجة إلى تطهير المقدسات من الصهاينة الاثنين، من دولة الصهاينة اليهود ومن دولة الصهاينة الوهابية يقصدون السلفية السعودية؟ ألم يصرحوا أن من أعظم أهدافهم هو إرجاع مكة والمدينة إلى حضيرة الإسلام وكأنها الآن ليست في حضيرة المسلمين؟ ألم يصرحوا على أنهم يوجهون آلاف وعشرات الآلاف من الصواريخ إلى المملكة العربية السعودية؟ لما هذا الاستهداف؟ ألأجل قضايا سيادية ومزاحمات حدودية؟ أبدا، إنها حرب دينية بجدارة، إنها حرب شرعية بجدارة، إنها حرب بين السنة والشيعة. رحم الله صلاح الدين، نزل مصر، أرسله نور الدين زنكي، وحد الكلمة، جمع الصف، وكان آخر خليفة عباسي. وهذا الخليفة العباسي كان منشغلا بالدنيا، أصابته العلل والأمراض والأدواء، تسلم صلاح الدين الزمام. أول ما فعل صلاح أن بدأ بنقض عروش الإسماعيلية الفاطمية، لعلمه أن السرطان يضعف الداخل، وأن المرض الداخلي لا يعينك على مقاومة العدو الظاهر. اليهود والصليب وأعداء الملة والله لهم أيام رضوا أن أبوا، لتأتين أزمنة وأوقات على الأمة تدوك روما بأحذيتها. ليس هذا كلامي، إنما هذا وعد الصادق المصدوق، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتح رومية وتفتح قسطنطينية. قالوا يا رسول الله أتفتح رومية أولا أم قسطنطينية؟ قال تفتح قسطنطينية أولا. فتحت قسطنطينية ولم تفتح روما. إذا ليست القضية الآن هي أن نحن والله خايفين من اليهود أو أن نحن فرحنا لشيء في أنفسنا، لا، إنما هذه اليوم أولويات،
وأولى الأولويات هي مواجهة التمدد الصفوي الشيعي الإيراني الظالم. إن اليهود قد عاثوا في فلسطين فسادا منذ أكثر من 70 سنة، ما رأينا من فسادهم ولا من ظلمهم ولا من جورهم بقدر ما صنعت الرافضة من فساد في العراق وإيران على مدار 3 سنوات. على مدار 3 سنوات. أي نفس هذه يا مسلم يا عبد الله؟ إن الحرب مع إيران هي حرب عقيدة وديانة. خلافنا مع الرافضة لن يزول ما دام الرافضة لهم قائمة، لن يزول ما دامت لهم دولة، لن يزول ما دامت لنا عين تطرف، لن يزول ما داموا يطعنون بعائشة وعرض رسول الله، لن يزول ما داموا يدعون إلى الشرك والقبورية، لن يزول خلافنا مع الرافضة ولا انتحارنا في سبيل قتالهم ولا دفع